الفيديو دوت لكل ست بيت نفسها تعمل بيتزا في البيت وتطلع احلى واطعم من المحلات بطريقة اقتصادية وسهلة وسريعة، ومش هتاخد منك وقت خالص، والنتيجة ولا احلى ولا اروع من اجدعها محل بيعمل بيتزا. تعالي بسرعة اقولك على التفاصيل وكمان المقادير لانها خطيرة، من غير افتكاسات كتيرة هخليكي تقومي تعملي احلى واطعم بيتزا طعمها خطير. تعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واقولك كمان ازاي الجبنه معاكي تشد رغم اللي هي ممكن تبقى نوعها مش حلو، وهقولك على سر التسويه وهخلي البيتزا بتاعتك ما تلزقش معاكي في قلب الصينيه. اول حاجه هسمي الله واصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هحط 3 كوبايات من الدقيق هيعملوا لي بيتزايه كبيره زي اللي حضرتك شفتيها، وبيتزايه كمان صغيره. اول حاجه 3 كوبايات دقيق، هحط معلقه كبيره من الخميره، معلقتين كبار من السكر، معلقه صغيره ممسوحه من الملح. هقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا، واحضر معايا كوباية واحدة من المية على ال3 كوبايات الدقيق. هنزل بربع كوباية من الزيت. هبدأ ان انا اقلب او اعجن كويس جدا الدقيق مع بقية المكونات مع الزيت كويس جدا، احس كده اللي الدقيق اتغلف معايا بكل الزيت اللي انا حطيته. نقدر نستبدل الزيت بمكعبين من الزبدة، بس احنا مش عايزين افتكاسات كتير، خلينا في الزيت لان بيدينا نتيجة مضمونة وروعة. في المرحلة ديت خلاص انا بسيت الدقيق بتاعي كويس جدا. هنزل بقى بالكوباية المية تدريجيا، انا احط نصها الاول والم العجينة، وبعد كده هنزل بالنص التاني. كده انا مش هستخدم سوائل تاني، ممكن ازود معلقة دقيق لو الدقيق بتاعي احتاج، لكن الدقيق اللي انا بستخدمه مظبوط على كوباية المية. ابدا بقى اللي انا اعجنها لحد ما تتلم معايا، هتلاقيها عجينه بتلزق في ايديك اللي انت بتعجني فيها، ودوت عادي مفيش مشاكل خالص. لو مسكتيها بايديك التانية هتلاقيها ما بتلزقش، بس العجينه معانا طريه ولينه وسهله التشكيل على طول. هسيبها بقى تخمر لمده نص ساعه، انا بصراحه خمرت معايا فاقل من نص ساعه. هبدا بقى ان انا ارش الطبق بتاعي بدهنه بسيطه كده من الزيت، واحط العجينه وابدا ان انا اضغط عليها شويه، عشان ارتفاع الطبق اللي انا بعجن فيه مش عالي قوي، وانا مش عايزاها تلمس في الكيس. اكيد فهماني لاني ما حطيتش على وشها زيت، ممنوع تحطي على وش العجينه زيت، هو مجرد بس شويه الزيت اللي احنا هنحطه. بعد ما خمرت معايا بالشكل دوت هاخدها بقى اخرج منها الهواء كويس جدا، وابدا بقى اللي انا الفها بالطريقه ديت كده. العجينة ديت عملت معايا البيتزاية الكبيرة مقاس 35 في صينية مقاس 35، وبيتزاية صغيرة في مقاس 24. هوريكي دلوقتي كل حاجة. ابدأ بقى اللي انا ولا افرد على دقيق ولا افرد على زيت ولا افرد على نشا، انا هفرد على دقيق سميد. طبعا دي السميد السايب اللي بيتباع عند العطار، هاخد منه حوالي معلقتين واحطهم في قلب الصينيه، وافرد العجينه بتاعتي في قلب الصينيه. لو حسيتي ليا ما بتتفردش معاكي كويس سيبيها في قلب الصينيه شويه تريح، وبعد كده كملي فرد هتتفرد معاكي بكل سهوله. هعمل حواف في الصينيه بالشكل دوت كده، وابدا اللي انا اخرمها بالشوكه. وهنا هستخدم صلصة البيتزا اللي احنا عملناها مع بعض. لو عايزة الطريقة بالتفاصيل اكتبي لي، هسيبلك اللينك بتاع فيديو البيتزا، صلصة البيتزا، لاني بعملها يا جماعة بتطلع خطيرة، ريحتها جبارة وطعمها حكاية. بعد ما حطيت بقى صلصة البيتزا هحط على اطراف العجينة بتاعتي شوية كده من دقيق السميد. هكون محضرة معايا فلفل الوان، لو مفيش فلفل الوان يبقى هنستخدم فلفل اخضر بس مفيش مشاكل. حطيت كده شوية من الفلفل الأحمر وكمان شوية من الفلفل الأخضر. تقدري تقطعيه بنفس الطريقة كده أو تقطعيه شرايح طويلة. معايا طماطمية واحدة بس شايلة منها القلب، أنا واخدة بس اللحم بتاع الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة. معايا زيتون، والزيتون دوت معمول في البيت بطريقة حلوة قوي، لو عايزة الطريقة والتفاصيل بتاعة الزيتون برضو تقدري تكتبيلي في الكومنتات. حطيته بقى بالشكل دوت كده، ما تحطيش كمية كبيرة او براحتك، ليكي حرية الاختيار، يعني الحشوة دي ليكي حرية الاختيار. بواقي التلاجة بقى لميها وحطيها على البيتزا مش هيقولولك اي حاجة. كان عندي كده كام قطعة من السوسيس شوحتهم كده في معلقة كبيرة من الزيت، وهبدأ اللي انا احطهم فوق وش البيتزا بالشكل دوت. نقدر نستبدل السوسيس بقطع فراخ او لحمة المتوفر عندنا. نرجع بقى لمرجوعنا، واهم حاجة في البيتزا بعد العجينة هي الجبنة. الجبنة انا بستعمل جبنة طبيعية مش جبنة فيها زيوت نباتية، واهم حاجة الجبنة اللي انت هتحطيها تكون خارجة من الفريزر من اول ما تبتدي في الوصفة، عشان تاخد درجة حرارة المطبخ وتديكي مطة حلوة ونتيجة كويسة. حطيت الجبنة، دخلت الصينية على الرف الوسطاني، درجة حرارة 180
مش هشغل الشوايه خالص غير لما اتاكد اللي هي استوت. لو انت عايزه لونها فاتح من فوق عملتها معاكم من غير شوايه خالص قبل كده، لون الجبنه كان لونه ابيض. لو عايزاها لونها محمر زي اللي انا عاملاها كده، يبقى هنشغل الشوايه لمده دقيقه وتكوني واقفه قدامها. البيتزا متاخدش وقت خالص في السوا. خلي بالك بتدخل على فرن سخن، ما ينفعش الفرن يكون بارد من قبليها، لا سخني الفرن كويس. دخلي البيتزايه بتاعتك في قلب الفرن. عايزه اقولك بقى دقيق السميد مش هيخلي البيتزايه تنشف معاكي، هيخليها طعمها حلو وكمان طريه، واخده لون ذهبي حلو قوي من تحت. هوريهولك دلوقتي شكل البيتزا. بسم الله ما شاء الله. ب3 كوبايات دقيق عملت صينيه كبيره جدا مع واحده صغيره، يمكن شفتوها في بدايه الفيديو. بصي بقى المطه قد ايه حلوه بتاعه الجبنه. كمان عايزه اوريكي التسويه من تحت. العجينه هشه وخطيره. شيري بقى الوصفه عشان الكل يستفيد.